فسيرى الله امركم ورسوله والمؤمنون وان الله لا يضيع اجر ما احسن عمل. انا شخصيا عايش بدول، لان بره وانا عايش بره ياما شفت 30 سنه بره، شفت كل الوان لم تتخيلها اللي حصل لنا. مش انا بس، اي حد نجح في اي حته ما عندكش فكره تعب قد ايه. عارفين لما يجي افكر مثلا بره والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند، الراجل ده فلس 7 مرات. عارف يعني ايه تفلس 7 مرات؟ يعني البنوك ما تتعاملش معاك ولا حد يتعامل معاك 5 سنين، يعني لازم تدفع كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس. احسبها في 7. عارف هنري فورد فلس 8 مرات. مفيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده. كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه، الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنيين وفي عالم ضخمه كتير، قاعدين مستنيين 4 ساعات. فالولد قال لابوه بابا انا عاوز اطلع بسرعه. قال له طب تعالى معايا، وبدا يطلع على السلالم. فقال له بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمه. قال له بالظبط كده، هتطلع سلمه سلمه، وهو ده الطريق النجاح. يا ما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى. فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه وبعدين تطلع سلمه تانية، وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني. لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك ويقعد يشتكي. طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه وبعدين تعلم غيرك ان ما وقعش في المطب ده. هي دي الروعه. عشان كده اليابانيين قال لك ازاي لما تقع 3 مرات وقف 4 مرات، لو وقعت 4 مرات وقف 5 مرات، لو وقعت 5 مرات وقف 6 مرات. لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. طالما عندك هدف ونفسك فيه، عارف ممكن تحققه، عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، عارف ممكن يساعدك ويساعد الاخرين، بتسيبه ليه؟ لازم الالتزام والاصرار وفي نفس الوقت الانضباط. دلوقتي هذا الادراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل اخذناه بعد كده وبدانا نمشي شويه شويه لغايه ما بدانا نتكلم في القيم. وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام، الصح والغلط، هي السبب في الدوافع، والدافع هي السبب في الحماس، والحماس هو السبب في السلوك. فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي وبعدين سبت الكتاب، يا ما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل، لان القيمه اللي عندك مش واضحه. لو عرفت القيمه اللي انت عاوزها بفرض انت اشتريت كتاب، تقول القيمه بالنسبه للتعليم بالنسبه لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي، فاديت لك دافع. والدافع بسيط لقيت عند لما لقيت الكتاب خدته اتحمست، لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده، تبص في الفارس ادالك حماس اكتر. وبعدين تحديات الحياه ممكن تخليك تشيل الكتاب. ارجع للقيمه. ايه القيمه؟ ان انا عاوز احسن حياتي، عاوز اكون افضل، ودي ممكن تساعدني على ثقه في النفس. لما تيجي تفكر بهذه الطريقه هتبص تلاقي ان القيم في حياتك اصبحت واضحه، لان انت عارف من اهم 3 حاجات بالنسبه للجزء الشخصي اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهارده هو القيم العليا والرؤيه الواضحه والاعتقاد الذاتي. ال3 دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم. ال3 دول لازم يكونوا موجودين.